يحملوا شهادة الدكتوراه لأول مرة، رجل اقتصاد، رجل موارد بشرية، كلهم الدكاترة اللي جالسين وراء يعني ما شاء الله عليهم، لكن إنه ترسلون بيان بهذه الضآلة يعني ما مقبول حقيقة. يعني هي رب ضارة نافعة. الإخوة في الإمارات يكتشفوها، لكن احنا ما يهمنا بو يصير بين حكومة عمان وحكومة الإمارات من مراسلات، يهمنا صحة المواطن هنا. يعني اكتشفوه وانتم ما قدرتوا تكتشفوه هنا في السلطنة. المواطنين يطالبوا بإقالتك معالي الوزير. المواطنين لو تقرأ التواصل الاجتماعي، وأنا كذلك اليوم أطالب بإقالتك أنت، وإقالة وزير الصحة، وإقالة وزير البلديات. هذه فضيحة، هذه فضيحة. يعني أنتم ما المفروض تجلسوا على كراسي الوزارة زين، وهذه يعني صحة المواطن أنتم ما تهمكم. لو كانت تهمكم صحة المواطن كنتوا طلعتوا من أول يوم وكونتوا فريق يحقق في هذه المشكلة. هذه مشكلة كبيرة، انتم في نظركم هذه ما مشكلة كبيرة، ولو كان مشكلة كبيرة كنتوا انتم طلعتوا في التلفزيون وفي الإذاعة وفي الجرايد ووضعتوا فريق يحقق في هذه المسألة. انتم ما زلتوا تنتظروا معلومات دقيقة وتنتظروا معلومات دقيقة، ولحد اليوم المواطن ينتظر. رئيس الوزراء البريطاني قدم استقالته. ليش قدم استقالته؟ يوم صوتوا المواطنين البريطانيين خروجهم عن الاتحاد الاوروبي. انتم متمسكين، انتم متمسكين بالكراسي. انا لو مكانك اقدم استقالتي. نعم، فضيحة. صحة المواطن لو كانت همكم كنت قدمت استقالتك. وزير البلديات اللي هو ما راضي يجي هنا، وزير البلديات الحكومة ما راضي تجيبه هنا حتى يستجوب، كل يوم يطلع لنا مشكلة. معقولة؟ شوف، أنا كلمتك أكثر من مرة، كلمتك أكثر من مرة،